يلا كيف حالكم اليوم حنعمل أكلة مزبطة محبوبة عند الكل وسهلة وسريعة ومش هتاخد منا وقت كتير. بدنا نعمل الرز الأوزي ونقلبه هيك عشان يطلع لنا زي قالب الكيكة وزي المقلوبة وهاي الأمور. حيكون بجنن سريع، مكوناته كتير سهلة. عندي كيلو لحمة مفرومة، كيلو لحمة عجل مفرومة ناعم، عندي بازيلا وجزر، عندي بهارات. هاي البهارات حستخدمها للرز وللبازيلا وللحمة، يعني لكل اشي. وعندي هنا كيلو رز حغسله وحنقعه تقريبا ثلث ساعة. البهارات اللي عندي لكل الأكلة تعالوا نشوف. عندي هنا هيل، قرفة، عيدان وقرفة مطحونة، ملح، جوز الطيب وفلفل أسود والسبع بهارات. هدول هم بهارات حستخدمهم لكل اشي، لأنه الرز الأوزي هو عبارة عن بهارات تحمصها بالسمنة والزيت قبل ما نضيف أي شيء. أنا اليوم حستخدم الرز الحبة الطويلة اللي هو البسمتي. عندي كل كوباية بتاخد كوبايتين كالعادة. هيني حنقعه هلا تقريبا ثلث ساعة، وهلا حنروح نعمل اللحمة ويلا بينا. هلا أول شي بداية اللحمة هحط معلقة سمنة. تمام. وين فكرة الأوزي؟ وين فكرة الأوزي؟ إنك أنت بدك تحمص البهارات بالسمنة قبل ما تحط أي إشي عشان النكهة تكون قوية أكتر. فهالإيه حنحط فوقها البهارات. حنحط هيل، وحنحط كمان سبع بهارات. حنحط فلفل أسود، جوزة الطيب فريش هلا طحنتها، والقرفة. بنحركهم هيك. هلا حنضيف اللحمة. هلا جوا واحد بهارات. هنا حطينا على الكيلو معلقة كبيرة من كل نوع بهار. الملح حضيفه آخر إشي لما تبلش تستوي معانا. وهلا حنضيف الملح تقريبا برضه معلقة كبيرة، وبنقلب. وحاولوا انه ما تضلكمش، يعني بما انه استوت خلص يعني شوي، وحنطفي عليها عشان المي اللي بتطلعها بتساعدنا انه تكون زي القالب عندها بالاوزي. يعني انتوا حاولوا تنشفوش ميتها كثير. مجرد ما يصير معنا اللون هيك، هذا معناته انه تمام التمام. هلا حنطفي وننقلها على صحن ثاني عشان نعمل البازيلا. ونفس الاشي بالنسبة للبازيلا والجزر. معلقة سمنة هي كمان شوي عشان ما طلعتش معلقة. البازيلا والجزر مجمدين انا استخدمتهم. دول انا عندي 400 جرام. هضيف عليهم نفس البهارات، معلقة صغيرة من كل اشي. معلقة صغيرة طبعا فلفل اسود، سبع بهارات، قرفة، جوز الطيب والملح والقرفة. القرفة اهم اشي في الاوزي. هنخليهم كلهم هيك يتدبلوا مع بعض. انا هنا بدي اضيف لها نص كاسة مي او هيك شوي، يعني بس عشان تستوي اسرع وتكون الحبة مستوية تماما. خليهم هيك مع بعض شوي 10 دقايق. هغطيها شوي عشان تستوي هيك اسرع مع البخار، وعشان كل النكهات هيك تتجانس مع بعض وتحتفظ في النكهة اكتر. هلا بالنسبة للبازيلا والجزر، تدعسوا على الجزرية هيك. اذا اسمت معاكم زي هيك تكون امورها تمام التمام. يعني هيك خلص هناخدها وننقلها على صحن مفروض. هلا دلع الاوزي بالمكسرات الكتير. انا ححط لوز وحقلي لوز وشويه زبيب. بنحط زيت نباتي. بالنسبه للوز يفضل تكون الحبه مش كامله، تكون هيك نصاص. تمام عشان تضل تقرش معاكم وكمان تتحمر بسرعه. نحط اللوزات وتضل عينكم عليها عشان ما تنحرق يا جماعه. هلا بنفس الزيت بحط لي هيك كبشه زبيب. شوف ولا ما احلى لما ينقلك بنتفخ. وصلنا للمرحله النهائيه اللي بدنا نعمل فيها الرز. بدنا هنا معلقتين سمنه مع
شوية زيت. انا دايما بحب اخلط بين السمنة والزيت او الزبدة والزيت عشان هيك بيخلي السمنة والزيت ما ينحرقوا بسرعة. هضيف عليهم البهارات، هحط عود قرفة عود تمام، وهحط نفس البهارات، بهار 7 بهارات، فلفل اسود، هيل وملح، وعندي بديل مرق الدجاج هحط منه 2 على 4 كوبايات رز تمام. اضيفهم احركهم هيك مع بعض. هلا هضيف الرزات. هلا بنضيف الرز. عندنا زي ما قلت لكم هنا كيلو 4 كوبايات. بنقلب هيك الرز مع البهارات مع السمنه. لو تشموا ما احلى ريحه البهارات والقرفه وكل هاي الامور، ما احلى ريحتها طالعه. اذا حسيتوا بدكم زياده بالرز تزيدوا بهارات ممكن تزيدوا. يعني انا هنا حاسه بده شوي هيك، ممكن قرفه بودره وشويه 7 بهارات. اضيف كمان شوي. هنا زودت شويه 7 بهارات وشويه قرفه. هلا معلومه مهمه، الملح على الرز ما تكتروه لو ضفتوا زي اللي هو بديل مرق الدجاج، لانه اوريدي اساسا بيكون مالح تمام. عشان هيك انا الملح قللته هنا. هلا بتضيفوا عليه المي المغليه، طبعا بتكونوا معايرينها، اللي هي زي ما قلنا كل كوبايه بتحتاج كوبايتين او حسب نوع الرز. نضيف المي المغليه. نضيف شوي قد معلقتين تقريبا من البازيلا والجزر اللي عملناهم تمام، وكمان شوي من اللحمه المفرومه هيك عشان ياخدوا كله من نكهات بعض. الخمسه النهائيه اللي ما بنستغني عنها، بتجيبوا جوزة الطيب هيك وبتروحوا تبشروها بشر. كتير كتير بتعطي طعمه زاكيه، ولما تكون فريش وتبشروها بشر بتجنن. حسيبها مفتوحه هيك، اول ما تبدا تبكبك بزياده وتنشف شوي المي حغطيها وحوطي النار. هلا هيك لما تبكبك حغطيها، حطها على نار هاديه عبال ما. هلا وصلنا مرحله الهندسه. بتجيبوا اي طنجره عندكم او اي قالب انتم بدكم تستخدموه، وبنبدا بالايش بقولوا القواعد. بنجيب اول شيء الزبيب، نفردهم هيك تمام، بنحط فوقهم مين؟ اللوزات، او بنخلي الزبيب بالنص، فكره حلوه برضو. خلي الزبيب بالنص ونحط اللوزات هم اللي على الطرف. وهلا بنحط اللوزات. طبعا التزيين طبعا برجع لكم انتم زي ما بدكم، القالب اللي بدكم اياه. حطوا اللوزات هيك على جنب، تضغطوا. اذا بتتذكروا حلقه مقلوبه كيف كل طبقه كنا نضغط هيك، نفس الاشي هلقيت حنضغط كل الطبقات عشان يطلعوا معانا قالب واحد. هلقيت حنجيب البازيلا والجزر. حاولوا الاشي يكون بايدكم التوزيع عشان تعرفوا تتحكموا بالشكل. وزعوا منيحة كل. طبعا هاي بالنسبة للخضار اذا حابين تكون الكمية اكتر تقدروا تزيدوا كميتها. هلا حنضيف طبقة اللحمة المفرومة، بتوزعوا منيح. ضغطوا، شايفين كيف؟ هيك نضغط. نمسح منها منيح، تضغطوا هيك عشان تنزل معنا زي القالب. تتذكروا حلقة المقلوبة؟ نفس الاشي. هلا حنحط الرز مباشرة. شايفين كيف؟ بعد ما ريحته بس يا دوب هيك شوي هيك ابو 5 دقايق حنزل فيه. لما تنزلوا حاولوا تعملوا هاي الحركة عشان هيك يتفرهدوا الحبات عن بعض. ما اذكر ريحة القرفة وريحة البهارات.
شايفين الهبو اللي بيطلع؟ تحطوا كل الرزات، اخر اشي حنضغطه. شوفوا ما احلى حبات البازيلا واللحمه اللي ضفناهم بنص مع سلق الرز. هلا حنضغط هيك شوي. وبعدين حان وقت الحقيقه. جاهزين؟ هلا اول مره الف على فكره، فيلا بسم الله. 1 2 3 اوب. ظبطت. فتحت الورده. استنى شوي هيك زي المقلوبه. بسم الله بسم الله. يلا بسم الله. ونرفع شوي شوي. الله الله الله، انا مبسوطه. محلاه يعني انقذوها عادي، انقذها هيك. شوفوا ما احلى، شوفوا. لا والريحه والحبشتكنات. استنوا نسينا الحبشتكنات، البقدونس دول على جنب هيك. هاي البقدونسات هيك. والله منظرها بشهي. والزبيب ريحته فخمة. أذكى اشي جنب الأوزي تكونوا عاملين هيك لبن بخيار بجنن مع نعناع فريش ونعناع مجفف. هلا بدنا ندوق. ناخذه من كل الطبقات. شوفوا ما أحلى. بجنن بجنن.